القاهرة مباني وأسوار وراها أسرار وحكايات من زمن فات. الإنسان قدر قيمة الحياة اللي وهبها النيل لمصر. سور عالي شاهد للعيون، سور مجرى العيون وراه تاريخ إنسان وأسرار فنان. شكل الشارع كان عبارة عن جبل، ما كانش في حد بيمشي فيه. اللي يمشي يشوف واحد تاني او 5 انفار عشان يمشوا مع بعض. يعني من ميدان فم الخليج لغايه القلعه ما كانش في شارع، كان السور ده مقفول وعباره عن عشش بس. الناس بتيجي من الصعيد بتشتغل هنا بس. ليه؟ عشان ده كان مجرى زمان على ما بنسمع بيحاول من فم الخليج لمجرى العيون يودي القلعه لمحمد علي والجيوش بتاع محمد علي، اللي هو مجرى العيون ده. معنى كده ان هو استمى مجرى العيون عشان كده. مجرى العيون سور وبوابات ندخل منها على عالم قديم وجديد في نفس الوقت. صناعة يصنع منها الإنسان من جلود ميتة حياة وروح لفن جميل تتنفس من طبيعة وحضارة وعقيدة أصيلة من قلب التاريخ. يعني الصنعه دي في اول الامر كانوا اجانب، يعني موجودين اجانب وتدخلت المصريين معاهم وحفظوا العمليه وشافوا العمليه وعصروهم. وهم لما طلعوا من هنا المصريين عملوا البديل وعملوا الاحدث، يعني اتطوروا. يعني المصريين اتطورت. كان في سكه حديد بتفرق ما بين الشارع ده، بتيجي من طريق السودان، من اسوان والسودان والحته دي، بتجيب عجول سوداني عشان المذبح جنبينا، المجزر جنبينا، بيننا وبينه ما فيش نص كيلو. المجزر كان جنب المذبح بالظبط. كان بتيجي العجول من المذبح من السودان هنا، اللي هو السوداني ده. كل واحد عارف دوره، كل واحد بيقوم بمهمته في رحلة طويلة وصناعة شاقة يغوص فيها الإنسان بين الملح والألوان، وجلود تتحول بإيد فنان لتحفة متصورة شاهدة على مهارته وموهبته ودقة صنعته. بيبقى مصلحه بالنسبه ان هو بعد ما بيذبحوا ويخلصوا الجلد بيجي على طول، بدل ما يجي مثلا فرق ساعتين بيجي فرق 10 دقايق. بتفرق، بيبقى جاي لسه برونقه طازه وحلو. يعني هي الضغط، يعني كان في ناس بتبقى معديه عايزه تطبخ الجلد عشان تعمله الفرو بتاع الخروف، خدته منه عملته. يعني مارست العمليه شويه بشويه بشويه، اتطورت العمليه. اللي يجيب لي جلد بقري يعملوه له سجاده، جلد عشان اطبعه له كده يعني. وبعدين ربنا اكرمني باولادي توارثوا العمليه، تتوارث مع بعضيها.
الاجيال اللي هي طلعت جديده، اولادي تورثوا العمليه وطوروها، يعني طوروها عن من عمل. يعني في حاجات حديثه ويعني طوروها عن ما انا اتطورت، يعني طوروا العمل هم. طبعا جت طبعا بعد خروج الملك وجت الثوره وجت البتاع، عملوا شوارع واستفلتت ومشيت وبقت شوارع. لا بقى فيها بقى اكتر تطور، يعني الرجل جت والناس مشيت وعرفوا الصناعه دي ايه وده ايه وده ايه، مشوا. لا ما كانش، ما احنا طورنا الحاجه اصلها، يعني اتعرفت دي ان ده حاجه حديثه، يعني الحاجات دي بقت احدث من الاول، اتطورت. حكاية طويلة يحكيها جيل ورا جيل، ورث عن جدوده الذوق الجميل. وخلق من الحكاية حكاية جديدة تغير جلدها على مر الزمان، حكاية صانع وفنان عايشين بين الجلد، والألوان تسرق العيون من ورا سور مجرى العيون.